هيحصل ايه لو اتحطيت في اصعب موقف في حياتك بين انك تاخد بالك من عيلتك ولا انك تجري ورا حلمك؟ فتعالوا نشوف بطلنا ميجو هيتصرف ازاي في المشكله دي. ولو عجبك الفيديو ما تنساناش في اللايك الشياكه. وبيبدا فيلمنا النهارده مع ميجو اللي كان بيحب يقضي كل وقته مع اهله، وخصوصا بقى كوكو اللي بتكون مستحمله هبله عشان انتوا عارفين طبعا ان عزم الولد ولد الولد. وزي كل يوم بيطلع في قمه الحماس على شغله كالعاده، وهو ماشي في طريقه بيقابل تمثال ديلا كروز، وبنعرف انه كان اسطوره العزف والغنى في عصره. كانت كل الناس متيمه بيه لدرجه انهم عملوا له تمثال، وبالصدفه اول زبون ليه بيكون عازف جيتار. لا وايه ده، كمان بيشجعه انه يغني. واول لما بيحس ان عنده موهبه بيعرفوا ان في مسابقه للغنى قريب. وفي اللحظه دي جدة ميجو بتجري عليهم عشان افتكرت ان الراجل ده بيعلمه العزف، ومره واحده بتتحول عليه وبتديله اللي فيه النصيب. وعلى طول بعدها بتاخد ميجو بيرجعوا على البيت، وهناك بياخد شويه تهزيق من اللي قلبك يحبهم، وهو بيحاول يقنعهم باي طريقه انه يروح المسابقه، لحد ما جدته بتتوه على الكلام وبتاخده ساعتها البيت الهدايا، وبتبدا تفهمه قد ايه اليوم ده مهم ليهم عشان ما ينساش اهله وناسه ويفضل فاكرهم طول عمره. وطبعا ما بيعجبوش الكلام وبيفلق من المكان وبيروح عشان يصلح الجيتار بتاعه ويقعد يروق على حاله شويه. وعلى طول بيبدا يعزف موسيقى من عالم تاني وبيكون مندمج جدا مع اغاني ديلا كروز. ومن هنا بيعرف انه لازم يجري ورا حلمه ومفيش حل غير انه يروح المسابقه. وبيحاول يدخل البيت من غير ما اي حد يحس بيه، لكنه بيلاقي كل الحبايب متجمعين هناك. وبيتفاجئ كمان لما بيعرف انه جه الوقت عشان يشتغل معاهم في المحل وما بيكونش عارف يعمل ايه. وفي نفس الوقت بيوقع الكلب صورة جده وبيعرف منها انه حفيد الاسطوره ديلا كروز، وبيجري بسرعه على عيلته عشان يعرفهم انه نفسه يكون عازف جيتار زيه. وطبعا جدته بتكون رافضه الكلام ده لدرجه انها كسرت له الجيتار بتاعه، وساعتها ما بيلاقيش حل قدامه غير انه يهرب عشان يعرف يلحق المسابقه. واول لما بيوصل هناك بيعرف ان من شروط التسجيل انه لازم يكون معاه جيتار، وبيحاول يدور يمين شمال بس للاسف ما بيلاقيش اي حد يسلفه، وبيكون يائس لحد ما فجاه بيلاقي نفسه قدام تمثال ديلا كروز. وساعتها بتجيله فكره بنت جنيه وبيطلع جري على المدافن، وبالصدفه بتكون كل الناس هناك عشان احتفال يوم الموتى. فبيتسحب لحد ما بيوصل لقبر ديلا كروز اللي بيكون فيه الجيتار الاسطوري بتاعه. وبرغم من انها تعتبر سرقه بس كان ضميره مرتاح عشان هو كده كده حفيده. وفجاه اول لما بيعزف على الجيتار بتنزل عليه لعنه الفراعنه وما بقاش اي حد عارف يشوفه او يسمعه. والصدمه الاكبر لما بيشوف هياكل عظميه حواليه في كل مكان، وبيطلع يجري بسرعه وبيبقى هيموت من الخوف. وساعتها بيقابل عمامه اللي كان بيشوفهم في الصور زمان، يعني شكله كده راح في سكه السلامه. وكمان بيعرفوه انهم لازم يروحوا بسرعه لجدته عشان يفهموا منها ايه الموضوع. وبيطلع جري على مدينه الموتى، وفي الطريق بيكون مبهور من كل اللي هو شايفه. واول لما بيوصلوا عند بوابه المدينه بنكتشف انه عشان تقدر تعدي منها لازم يكون حد من العايشين لسه فاكرك. وبنلاقي راجل نصاب بيحاول يلاقي صرف عشان ما حدش من اهله كان محتفظ بصورته. واول لما بيجي دورهم في الدخول الحارس بياخدهم للمكان اللي موجود فيه إيميلدا، وبيتفاجئوا لما بيلاقوها هي كمان مش عارفه تعدي من البوابه. وعلى طول بيروح للموظف بتاع الارشيف وبيفهمهم ان كل ده بسبب اللعنه عشان ميجو سرق الجيتار بتاع ديلا كروز، وانه كمان لو فضل هنا لحد طلوع الشمس يبقى خلاص كده عليه العوض، وان لازم حد فيهم يديله البركه عشان يرجعه تاني. وفعلا بتبدا المراسم، لكن إيميلدا للاسف بتشترط عليه انه ما يغنيش تاني. والظاهر كده مفيش اي امل لانه اول لما بيرجع ما بيقدرش يقاوم نفسه. وساعتها بتتعصب إيميلدا عليه عشان ما عداش سنتين على رجوعه، وما بيلاقيش اي امل انهم يباركوه من غير شرط انه يبطل غنى. فعلى طول بياخد ديله في اسنانه وبيهرب. وبالصدفه وهو بيحاول يستخبى بيشوف هيكتور اللي كان هربان من شويه، وهو بيحاول يقنع المأمور ان يعديه من البوابه، لكنه دماغه جزمه قديمه وبيرفض. وبسرعه ميجو بيطير وراه عشان يعرف منه ازاي يوصل لديلا كروز. وفي نفس الوقت إيميلدا بتنادي التنين بتاعها عشان تعرف تلاقيه قبل طلوع الشمس. وبنلاقي هيكتور قرر اخيرا انه يساعد ميجو بس بشرط انه لازم ياخد الصوره بتاعته معاه. وطبعا بيقدروا يمشوا في المدينه عادي بعد ما شكله اتغير وبقى زيهم. وبيوصلوا لمصممه ازياء مشهوره اللي بتهزق هيكتور عشان ضيع الفستان بتاعها. وفي وسط الخناقه دي بيجري دانتي، وطبعا ميجو مش بيسيبه. وبيوصلوا بالصدفه للممثله المشهوره فريده اللي اول لما بتشوف الكلب دانتي بتعجب بيه جدا، وبتسال ميجو عن رايه في العرض بتاعها. وساعتها بيحط التاتش بتاعه، وبتحس قد ايه ان الواد ده جواه فنان. وبيعرف منها ان ديلا كروز هيغني في حفله كبيره النهارده ومش اي حد هيقدر يدخلها. وهنا بيعرفوا هيكتور ان في مسابقه للغنى قريب والفايز فيها هيعزف مع ديلا كروز في الحفله. وساعتها ميجو بيبقى مش عارف هيجيب الجيتار منين، وعلى طول هيكتور بيلاقي الحل وبياخده على مكان شكله غريب عشان يستلف الجيتار من صديق عمره شارون اللي شكله كده كان بيخلص. وفعلا بيوافق بس بشرط انه لازم يغني له اغنيه تعجبه. وعلى طول بيعزف هيكتور اكتر اغنيه بيحبها الراجل اللي بيفضل يسمعها لحد ما بيتحول لرماد. وساعتها ميجو بيكون متاثر جدا من اللي شايفه، وبيفهم ان الناس في العالم ده بتموت اول لما بيتنسوا. وعلى طول بيروحوا على ساحه ديلا كروز اللي بيكون فيها مسابقه عرض المواهب. وبتبدا المسابقه بشويه عروض في الثلاجه لدرجه ان الجمهور كان واقف مبلم من الصدمه. وفي نفس الوقت ميجو بيكون قاعد متوتر عشان اول مره يعزف قدام كل الناس دي، لكن هيكتور بيقلب له بهلوان وبيحاول يساعده عشان يقدر يقدم عرض يكسب بيه. وساعتها بيجي وقت طلوعه على المسرح، وسبحان الله بيبدع وبيغني احلى كلام. وبصراحه كده الواد ده طلع فنان والجمهور كله بيتفاعل معاه. وعلى طول هيكتور بيطلع يرقص معاه وبيكونوا مندمجين على الاخر. وفي نفس الوقت بتوصل عيله ميجو للمكان، وطبعا اول لما بيشوفهم بياخد
بياخد ديله في سنانه وبيطلع يجري. وساعتها هيكتور بيتعصب جدا لما بيعرف انه كان ممكن ياخد صورته ويرجع من الاول. وهنا ميجو ما بيلاقيش حل قدامه غير انه يكمل هروب عشان فاهم انه بيساعده بس عشان مصلحته. وفجأة بتظهر قدامه ايميلدا على التنين بتاعها، واول لما بيشوفها بيفلق من المكان، لكن طبعا ما بتسيبوش وبتحاول تفهمه انها كانت بتحب الموسيقى زيه، لحد ما جوزها راح عشان يحقق حلمه وللاسف ما رجعش. ومع ان كلامها كان في الصميم بس برضه بيسيبها وبيتحرك على الحفله. والمشكله هنا انه لسه معهوش دعوه وما بيلاقيش اي حل قدامه غير انه يستعطف فرقه موسيقيه عشان يدخلوه معاهم. وفعلا بينجح في انه يعدي من البوابه، وبنلاقي القصر جوه كان حاجه اخر عظمه. وكمان بيلمح ديلا كروز اللي بيحاول يوصل له باي شكل، وبيفضل يجري وراه لحد ما بيدخل القصر، بس برضه ما بيقدرش يوصل له من كتر الزحمه. وهنا بتجيله فكره جهنميه، وبيطلع اعلى حته في القصر عشان يقدر يجذب انتباه ديلا كروز، وبيبدع طبعا وهو بيغني عشان دي هتكون اخر فرصه ليه. ومن كتر ما هو مندمج في العزف بيقع زي الطربش في البسين، وعلى طول ديلا كروز بيعمل فيها بطل وبينقذه. ساعتها ميجو بيصرحه انه حفيده، وطبعا ديلا كروز بيكون هيطير من السعاده، وبياخدوا جوله في القصر بتاعه وهو ماشي بيتفشخر بيه وسط اصحابه. واخر اليوم بيصرحوا ميجو انه نفسه يطلع زيه وانه محتاج مباركته عشان يشيل من عليه اللعنه. وطبعا ديلا كروز بيوافق مع انه كان زعلان على فراقه. وفجاه بيدخل عليهم هيكتور وهو متنكر، وبيفكر ميجو بوعده عشان يرجع صورته معاه. والغريب ان ديلا كروز بيبقى عارفه كويس. وهنا طبعا ميجو بيتفاجئ لما بيعرف ان هيكتور اللي كان بيكتب له كل اغانيه. وفي وسط كل الكلام ده بيفتكر هيكتور اخر يوم ليه قبل ما يموت، وان كان كل احلامه انه يسيب ديلا كروز عشان يرجع لعيلته وياخد باله منهم. وساعتها بس بيفهم ان هو اللي سممه وبيهجم عليه عشان ينتقم منه، لكن الحراس بتنقذه في اخر لحظه قبل ما يخلص عليه. وبيفهم ميجو ان الحكايه دي ما ينفعش اي حد يعرفها. واول لما بيحس منه بالغدر بينادي على الحراس ياخدوه هو كمان، وبيرموه في حفره كبيره تحت الارض. وبيبقى قاعد مش عارف هيعمل ايه في المشكله دي. وفجاه بيكتشف ان هيكتور كمان محبوس هناك، وبيفهم منه انه شكله كده بيودع عشان بنته كوكو خلاص بتنساه. وهنا ميجل بيستغرب جدا من الاسم، وعلى طول بيديله الصوره اللي خدها من البيت. وساعتها بس بيفهموا ان هو اللي كان في الصوره مش ديلا كروز، ومعنى كده ان كوكو بنت هيكتور طلعت هي جدة ميجو، وان هي الامل الوحيد ليه عشان لو نسيته هيختفي من هنا وعمره ما هيشوفها تاني. وبيفتكر طبعا ذكرياته وقد ايه كان نفسه يقضي معاها يوم واحد كمان، لكن ميجو ما بيسيبوش قاعد حزين كده، وبيحاول يخرجه من الحاله دي باي شكل. وفجاه بيسمعوا صوت دانتي، لا والخبر الاحلى كمان ان معاه ايميلدا، تاخدهم في جوله ولا اروع على ظهر التنين لحد ما بيوصلوا لباقي العيله اللي كانوا قلقانين عليهم جدا. وفي وسط كل ده ايميلدا بتمسك هيكتور وبتغسله، لكن ميجو بيشرح لها انه كان نفسه يرجع لها بس ديلا كروز سممه. وللاسف هيكتور بيبقى خلاص بيودع، والامل الاخير ليه هي الصوره اللي خدها ديلا كروز. وساعتها ما بتلاقيش ايميلدا قدامها حل غير انها تساعدهم، وعلى طول بيروحوا على اكبر مسرح في المدينه عشان ديلا كروز هيقدم العرض بتاعه هناك. وبمساعده صديقتهم فريده بيقدروا يتسللوا جوه الكواليس، واول لما بيبداوا يدوروا عليه بيلاقوه في وشهم. بس طبعا لما بيلاقيهم كتير ومش ناويين على خير بينفد بجلده. وطبعا العيله كلها وراه طيران، وبتقدر ايميلدا تاخد منه الصوره قبل ما يهرب، لكن بتلاقي نفسها مره واحده بتطلع على المسرح وسط جمهور كبير جدا. واول لما بتشوف الحراس بيقربوا عليها ما بتلاقيش حل قدامها غير انها تغني، وبتسحر كل الجمهور باغنيه ولا اروع، وهي بتحاول تحافظ على الصوره من حراس ديلا كروز. وعلى طول بتجري على ميجو عشان تديله الصوره يروح بيها. وفي وسط ما ايميلدا بتديله البركه عشان يرجع بيخطفوا ديلا كروز، وبيجروا لحد ما بيوصل عند اعلى حته في المسرح. ولحسن الحظ بتكون الكاميرات بتعرض كل ده على الشاشات. ولما ميجو بيتهمه بسرقه اغاني هيكتور بيتجنن اكتر وبيرميه من فوق البرج، لكن في اخر لحظه تنين ايميلدا بينقذه، بس للاسف بتكون الصوره طارت منه. وبيرجع ديلا كروز للمسرح ولا كأن حاجه حصلت، وبيتفاجئ ان كل الناس غضبانه عليه بعد ما عرفوا حقيقته. وفي نفس الوقت بيدخل التنين المسرح عشان يمسك ديلا كروز يديله علقه موت وسط تشجيع من كل اللي موجودين. وهنا هيكتور بيكون خلاص شكله كده بيودع، لكن ميجو بيكون لازم يرجع قبل طلوع الشمس. واول لما بيرجع بياخد الجيتار وطيران على البيت، لدرجه انه ما كانش سامع اي حد بينادي عليه. وعلى طول بيروح لكوكو عشان يحاول يخليها باي طريقه تفتكر هيكتور، لكن لا حياه لمن تنادي، وبيكون زعلان جدا عشان مش هيقدر ينقذه من الموت. وفي محاوله اخيره بيعزف لها الاغنيه اللي كان هيكتور بيغنيها لها وهي صغيره. والغريب بقى انها ابتدت تغني معاه وبترجع لها الذاكره عشان ترجع تفتكر كل حاجه. وكمان سبحان الله بتكون شايله الجزء اللي ناقص من الصوره. وهنا بس بيعرف ميجو ان اكيد الواحد لازم يجري ورا حلمه، لكن اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. وبكده فيلمنا النهارده بيكون انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك احلى بندق.